اصحى يا نايم، اصحى يا نايم، اصحى وحد الدايم. إحنا عارفين إن في المدن المسحراتي كان بيمشي في الشوارع الضيقة بطبلته وصوته العالي يصحي الناس للسحور. كان كل حي ليه المسحراتي المعروف بتاعه بصوته وأسلوبه المميز. بس كمان في القرى الصغيرة كان الوضع مختلف، ما كانش في حاجة من المسحراتي أصلا. المجتمع كله كان مترابط، الناس كانوا بيعتمدوا على بعض أو على صوت الأذان علشان يصحوا. وفي بعض الأماكن الأطفال نفسهم كانوا بيطلعوا وينادوا على أهل القرية كلهم. رغم اختلاف الطرق، المسحراتي فضل رمز جميل من رموز رمضان في كل مكان. إيه رأيكم؟ كنتوا تعرفوا كده؟ اكتبوا لنا في التعليقات، واستنونا كل يوم مع حدوتة جديدة عن مسحرات جديد في مكان جديد وبشكل جديد، وكمان هنعرف أصل الحكاية. وكل سنة وانتم رمضان طيبين. كريم.